كل يوم بفتح النت بشوف نفس الحاجتين، فيديوهات اكل كتير وفيديوهات لحمة كتير برضه. طب ايه الفرق؟ الاكل بناكله، انما اللحمة دي اللحمة بنتفرج عليها بس، واحنا مش طايلينها اصلا. الدهب نار والرواتب تعبانة، والبنات عايزة تتجوز سارة عربي ولا ابو هشيمة. ركز معايا بقى يا غالي عشان علاجك في الفيديو ده. احنا في سنة 2025، سن الجواز للشباب والبنات فوق ال 35، واللي فوق ال 40 خلاص فقد الامل في الجواز اصلا. واللي في ايدينا يا اما نكبر دماغنا لحد ما ربنا يفرجها. بس اسمعني يا غالي للنهاية عشان حلك عندي. انا هقولك على شوية نصايح تعيش بيها سنة 2025. زمان جدي وجدك كانوا بيتجوزوا في اوضه وصاله، ولا نيش ولا قايمه ولا شهر عسل في شرم الشيخ. المهم بقى كان المهر ربع جنيه، والست كانت زي قالب الطوب، مطرح ما تشيلها وتحطها زي ما هي مكانها. دلوقتي الجواز بقى للاغنياء، والفقراء بيتفرجوا عليه بس من بعيد. فالحل يا غالي مخك هو الحل. لو فضلت مركز على الهم هتغرق فيه. انا عارف الكبت الجنسي والحرمان مش هزار، بيكسر النفس وبيطفي الشغف وبيخليك مش عايز تعيش اصلا. عشان كده اسمع كويس يا كبير مني الكلام ده. الحل ممكن يكون بره مش هنا. طب يعني ايه الكلام ده يا محمود؟ يعني الجواز من جنسية تانية. اللي مش لاقي فرصة هنا يجرب يعيش في بلد تانية، يتعرف على ناس من ثقافات تانية، مش يمكن يلاقي نفسه وسعادته هناك. النت بقى مفتوح، مفيش مستحيل. انا شخصيا اتعلمت الماني من الصفر على النت بمجهود ذاتي، واتعرفت على ناس محترمة جدا من بره، وجولي مصر كمان وسافرت معاهم بره لاوروبا. لكن لو لسه بتدور على بنات من بلدك وانت مش قادر تتجوز فصدقني اهرب، انت بتضحك على نفسك يا غالي. هي بتتسلى بيك بس شوية وبعدين هتختفي لما تلاقي حد جاهز يجي يشيل. شوف مصلحتك يا حبيبي، ومصلحتك مش هنا. وعشان اكون صادق معاك يا معلم، هحكي لك حكاية حقيقية انا عشتها. واحدة مصرية عندها 53 سنة، مطلقة ومخلفة 4 بنات، وبناتها في الكلية بنات زي الورد يعني. فلقيتها بتتصل عليا وعايزة تقابلني، رحت قابلتها. قالت لي انت تعرف يا محمود اجانب كتير صح؟ ممكن تساعدني بقى الاقي راجل فيهم اتجوزه؟ سالتها اشمعنى الاجانب يعني، ما الرجاله المصريين على قفا من يشيل، خد لك واحد منهم. قالت لي لا 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 لا، عشان عندي بنات يا محمود ما ينفعش، مش عايز اتجوز مصري ويطمع فيهم. طبعا انا الاجابه دي ما دخلتش دماغي اساسا. المهم كملت معاها للاخر. المهم لقيتها بعد فترة كده اتعرفت هي بالنهاية على واحد عن طريقها، هي بلجيكي عنده 62 سنة. رحت زرتهم بعد ما اتجوزوا. سألتها مبسوطة يا حاجة في الجوازة؟ قالت لي عارف يا محمود، أنا ليه ما اتجوزتش مصري واتجوزت أجنبي؟ قلت لها ليه يا أختي؟ قالت لي هحط خيبتي على خيبته ونعمل خيبة كبيرة، وفقري على فقره وحرمانه على حرماني وفشل على فشله، وهنلطم ونولول مع بعض ونشحت. الكلام خرم دماغي، كلامها صح. فالنصيحة الذهبية ليك يا صاحبي في 2025: يا تهاجر وتبدأ من الصفر بره، يا تتجوز حد أجنبي وتعيش معاه حياة كريمة. وابدأ من دلوقتي، ما تأجلش. اتعلم لغة، ابتدي اتعلم لغة، اتعلم لغة. افتح باب جديد لحياتك. كل حاجة بقت موجودة على النت وسهلة جدا تلاقيها. وانا مش بقولك احلام، ماشي، بقولك اتحرك، بقولك نفذ، اعمل بايديك الحل. لو الفيديو ده غير تفكيرك ما تنساش لايك لاخوك بقى واشتراك، وقول رأيك في الكومنتات، وعرفني لو جاتلك فرصة تتجوز أجنبية هتعملها. أنا محمود، أشوفكم بقى في فيديو جديد.